السلام عليكم احبائي حبيباتي. اليوم غادي نقدم لكم واحد التبريمه للجسم كتحيد الفطريات من الجسم وكتخلي الجسم صافي ولامع، وكلها مواد طبيعيه موجوده عندنا في البيت. عندي اللافندرا، وعندي ورق الزيتون، وعندي الشيح والبابونج، مرمريه، وعندي الروزماري، وعندي ورق السدر والريحان. كل هذه المكونات غادي نطحنهم في الكبة. وعندي العرق السوس، هذا عندي مطحون، كلهم اضربهم في الكبة. وهذه التبريمه راه كتخلي الجسم اكثر من رائع. كيف ما قلت، هذا يعني كنديوه للحمام او نستعملوها حتى في حمام البيت. كتشيل كل الفطريات اللي في الجسم وكتحيد الجلد الميت. ورق الزيتون كلها مواد طبيعيه 100% كما انتم شايفين في الفيديو. وعندي كم حبة من القرنفل. غادي نحط كل المكونات كلهم في المطحنة. وهنا بعد ما طحنتهم غادي ناخد ملعقتين مملوئين من الخلطة، وعندي ملعقة من العرق السوس، وملعقة من الورد البلدي، وملعقة من الحنة، وملعقة مملوءة من الصابون البلدي. لو ما فيش صابون بلدي ممكن تاخدوا اي صابون الغار وتبشروها وتاخدوا ملعقتين. وغادي نحط عليها كمية معقولة من الماء لغاية ما اكون عجينة متماسكة. وهذا هو الخليط المطلوب. وغادي ندهنوه في الحمام، ومن بعد نخلوه 5 أو 10 دقائق ونشطفه بالماء ونعمل باللفاء المغربي. وهذه هي الخلطة ديال اليوم، واشوفكم في فيديو لاحق، والسلام عليكم.